تعرف ان انت في لحظه من اللحظات ممكن تبقى عدو نفسك؟ لا مش غريبه. انت احيانا وانت ماشي في سكه فتحس ان الطريق بيتفتح لك، فتبقى عمال تقول ايه، زي ما احنا بنسمع في الافلام الحاجات الكوميديه، يقول لك هو المشكله فين؟ فانت مش مصدق ان انت قادر تكمل، انت مش مصدق ان انت بتعمل بروجرس وان انت ماشي كويس، وده اسمه الابر ليميت بروبلم. يعني انت عندك المشكله جواك، انت عقلك بيلعب عليك، وده حصل كتير وشفناه حتى مع لعيبه كوره. كان عندنا عمرو زكي في الدوري الانجليزي وكان راجل متالق وجميل، وبعد نص سيزون اختفى. ليه؟ ايه اللي حصل؟ هو عقله بيقول له لا انت بقيت شاطر، لا كفايه كده ما تزودش، وبعدين يبدا يتاخر عن تمرينه ويبدا ما يروحش الشغل بتاعه بشكل منظم، فيبدا اللي هو كان خايف يحصل له بالفعل بقى يحصل له. فانت مش خايف من النجاح، انت خايف تفقد النجاح اللي انت وصلت له، او مش مصدق ان انت وصلت لدرجه كبيره، فتبدا تحط لنفسك ليميتس شويه وتبدا تتراجع. ففي ناس ما بتستحملش الضوء يبقى عليها، في ناس ما بتقدرش توصل لابعد من النقطه اللي هو كان بيحلم بيها او بيتخيلها. لو انت حاسس ان انت هتعديها، انت نفسك اللي بتراجع نفسك. عشان كده بنشوف قصص نجاح كتيره بس تيجي عند مرحله معينه ويحصل لها ايه؟ ستوب، بتقف. لما تنجح شويه افضل مكمل على قد ما تقدر، حاول بس كده.